السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيدي كرم: كنت ببوس واحضن ابني في الأماكن العامة والناس لا تعرفه. دعونا نتعرف على التفاصيل. تحدثت الفنانة هيدي كرم عن علاقتها بابنها، حيث تتعامل معه بشكل لطيف ولم تكن صارمة معه، لأن الأم عندما تكون حازمة تفقد الصداقة بينها وبين أبنائها. وتابعت هيدي كرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: بتعامل مع ابني كصديقي وبحاول طول الوقت أعمل ده بشكل متوازن، ولكن لو كنا أخطأنا في تربية أولادنا عادي، وأنا أخطأت بس بحاول أتدارك الموضوع. وانا ببوس ابني وبحضنه، بس في ناس كتير مش بتعرف انه ابني، لكن في الاماكن العامه بحضن فيه والناس بتبصلي نظرات ما تحترموا نفسكوا شويه. فانا مش همشي اقول للناس ده ابني وبطلت ابوسه واحضنه غير في البيت والناس معذوره، وبقيت احافظ على الحماس العاطفي واعمل ده في البيت بس. وأشارت هيدي كرم إلى أنها لن تمانع في دخول ابنها مجال التمثيل، ولكن لم توجد لديه جينات فنية وهي قناعاته الشخصية، فهو حر ومن حقه أن يخوض تلك التجربة، ولكنه لم يفكر في الموضوع نهائيا. وأوضحت هيدي كرم إلى أنها تتجاهل الانتقادات والتعليقات السلبية التي تتلقاها من الجمهور عبر حساباتها الشخصية، وفي بعض الأحيان تتركها لأنها تعبر عن وجهة نظر شخص بدون إحراج أو تجريح، وهناك تعليقات بها تجريح وإهانة، وبالتالي بتقوم بحظرها من على صفحتها. واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: ممكن أكون بالنسبة للناس جريئة، ودي حاجة ما تعبش حد، لأن الجرأة جزء من الشجاعة، وطول ما أنا ما بعملش حاجة تضرك أو تأذيك أو تأثر عليك، فأنا شايفة إن كل واحد يعيش حياته بالشكل اللي يريحه. فممكن أكون أنا جريئة لبعض الناس وعادية لبعض الناس العاديين، وأنا مرتاحة في حياتي ومش مستنية أرضي كل الناس. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.